اهلا بيكم في قناتي ريفيوهات لكل الحاجات مع رشا يوسف. بما اننا بقى في رمضان، ويعني كل سنه وانتم طيبين. وفي رمضان كالعادات بتاعتنا بنعمل حلويات اكتر من الايام التانية بكتير. فريفيو النهارده عن صوصات من شركه ماجيك. صوصات شركة ماجيك ينفع نستخدمها مع الحلويات ومع حاجات تانية كتير جدا، هقول لكم زي ايه، ومن ضمنها حاجة احنا برضو بناكلها كتير جدا في رمضان. شركة ماجيك بتعمل انواع مختلفة كتير جدا من الصوصات دي. الانواع اللي انا جربتها صوص كراميل، صوص شوكولاتة، صوص فراولة، لكن في كمان انواع تانية. في كمان الصوص اللي هو بتاع التوت، وفي صوص شوكولاتة بيضة، وكمان في السيرب العادي اللي هو اللي احنا بنحطه على الكنافة او على القطايف. وكمان عايزه اقول لكم ان هم عاملين جديد صوص جبنه، انا لسه ما جربتوش، لكن اول ما اجربه ان شاء الله هعمل لكم عنه ريفيو باذن الله. عايزه اقول لكم احلى حاجه في الشركه دي ان هي عامله احجام مختلفه كتير جدا زي ما انتم شايفين كده. من اول الباكيتات الكيوت دي، الباكت ده ب2 جنيه، والحجم بتاعه والكميه بتاعته حلوه جدا. علشان بقى لو حد حابب يجرب كل الاطعام يقدر يجيب بقى الباكتات دي ويجرب منها كل الاطعام اللي هو حابب يجربها. عايزه اقول لكم كمان ان الصوص طعمه حلو جدا، والقوام بتاعه كمان مظبوط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وكمان التسكيره بتاعته برده كمان حلوه جدا، ولا يعني مسكره اوفر ولا دلع. يعني التسكيره برده بالنسبه لي مظبوطه جدا. نقدر بقى نستخدمه طبعا في رمضان مع الكنافه، مع القطايف. عايزه كمان اقول لكم ان انا بنتي بتستخدمه مع الزبادي، ما بتحطش ولا عسل ولا سكر، بتختار مثلا صوص الفراوله او صوص الكراميل وتحطه على الزبادي، بيدي بجد طعم حلو جدا. لو اطفالكم بقى مش بيحبوا الزبادي او مش بيرضوا ياكلوا الزبادي، نكهوا لهم الزبادي باي صوص من الصوصات اللي هم بيحبوها دي علشان يرضوا ياكلوه، وبجد هيفرق معاهم جامد. وكمان عايزه اقول لكم ان احنا نقدر نستخدمه مع الايس كريم طبعا، مع التشيز كيك، كمان مع العصاير. يعني مش في الحلويات وبس، نقدر نستخدمه في كذا حاجه. وكمان بقى اخر حاجه عايزه اقولها لكم ان الاسعار بتاعته حلوه جدا، ما يعتبرش غالي خالص. يعني زي ما قلت لكم ان الباكت ده كده ب2 جنيه، وان العبوه دي بحوالي يعني 21 24، بصراحه انا مش فاكره قوي، بس هي ما بتتعداش ال25 جنيه تقريبا يعني. فالحجم بتاعها حلو جدا بالنسبه للسعر، بتقعد معايا فتره طويله جدا لان هو بجد مركز. فمش بستخدم منه كميه كبيره. فبجد صوص ماجيك ده او صوصات ماجيك حلوه جدا، لو انتوا ما جربتوهاش جربوها، هتعجبكم جدا وهتغير معاكم طعم الحلويات اللي انتوا بتعملوها والعصاير والايس كريم، وهتحسوا ان انتوا كده بتاكلوا حاجه مختلفه. لو جربتوه قولوا لي رايكم بقى في الكومنتات، واشوفكم قريب في فيديو جديد. باي باي.